السلام عليكم. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن هرم الملك خوفو وعن العظمة اللي جواه وعن الأسرار اللي لحد النهاردة محدش لسه فاهمها بالكامل. بس الحقيقة الغموض موقفش عند الهرم بس، لأن جنب الهرم كان فيه سر تاني مستخبي مش أقل غموض ولا أقل عبقرية من الهرم. مركب بطول 43 متر. النهاردة بقى هاخدكم في رحلة مختلفة خالص نحكي فيها عن مركب الملك خوفو، مركب الشمس، ورحلة يمكن تكون لآخر العالم. المكان هضبة الجيزة جنب الهرم الأكبر مباشرة. المهندس كمال الملاخ كان بيحفر بشكل عادي جدا لحد ما فجأة يكتشف حفرتين متغطيين ب41 كتلة حجرية تقيلة جدا، ولما قرر يفتح واحدة فيهم شم ريحة خشب الأرز هافف عليه كأنه لسه مقطوع حالا. ومش بس كده، لقى جوه الحفرة مركب كاملة متفككة ل1224 قطعة، كأن حد فكها بعناية وسابها مستنية اللي يرجعها للحياة تاني. بصوا بقى الصياعة في التصميم، السؤال اللي يوقف المخ، ازاي مركب اتعملت بالحجم ده وما تدقش فيها ولا مسمار واحد؟ ايوه، احنا بنتكلم عن مركب ضخمة على فكرة، بطول 43 متر وما تدقش فيها ولا مسمار واحد ولا حتى مسمار صيني. طب ماسكة نفسها ازاي؟ المركب متربطة بحبال من ليف النخل، بس مش اي ربط وخلاص. المركب اول ما تلمس المية الخشب يتمدد، الحبال تشد فتبقى ماسكة ومتعشقة جوه بعضها، يعني حاجة بتظبط نفسها بنفسها. واحنا النهاردة لما نيجي نعمل كرسي رجله بتتلخلخ بعد شهرين. ده غير بقى خشب الأرز اللي اتجاب من لبنان علشان يعيش لآلاف السنين، وفعلا عاش لأكتر من 4500 سنة قدام، ودينا واقفين اهو بنتفرج عليه. يعني هما ما كانوش بيبنوا بس، هما كانوا بيفكروا لحاجة تعيش لآلاف السنين. طيب السؤال المهم، هو الملك خوفو كان هيعمل ايه بمركب في نص الصحراء؟ العلماء هنا اختلفوا. في رأي بيقول ان دي مركب الشمس، المركب اللي هيركبها الملك خوفو مع إله الشمس رع في رحلته إلى السماء، رحلة أبدية بعد الموت، ده على حسب اعتقادهم طبعا. بس في رأي تاني بيقول إنه لأ، دي مركب حقيقية استخدموها لنقل جثمان الملك من منف لهضبة الجيزة، والدليل إن هم لقوا آثار مية موجودة على الخشب. يعني احنا دلوقتي قدام حاجة مش عارفين هم كانوا عاملينها للسماء ولا للأرض ولا يمكن للاتنين مع بعض. النهاردة مركب الملك خوفو موجودة في المتحف المصري الكبير بعد رحلة نقل معقدة جدا علشان تفضل محفوظة زي ما كانت محفوظة من آلاف السنين. والحقيقة إن المركب دي مش مجرد خشب ولا مجرد اكتشاف أثري، دي فكرة إن الموت ما كانش نهاية عند المصري القديم، ده كان بداية لبداية رحلة تانية خالص. وبعد ما عرفنا الرحلة بعد الموت عند المصري القديم كانت متظبطة كده، تحبوا نعرف الرحلة قبل الحياة كانت بتبدأ ازاي؟ قولولي رأيكم ونكمل الفيديو جاي.